السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد من قناة أبو غزالة. بس قبل ما ندخل في الفيديو وندخل في الموضوع، ما تنساش اللايك، السبسكرايب، الكومنت، وتنزل تتفرج على كل الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية. والمهم النهاردة الموضوع بتاعنا هنمسك كاميرا قديمة شوية، مش قديمة، هي نزلت 2014. بس الكاميرا أول لما نزلت كل الناس راحت عليها وقال لك دي كاميرا المبتدئين، بس في الوقت ده هي كانت كاميرا المحترفين. الكاميرا دي هي كانون 1200 دي، كاميرا المبتدئين المحترفين، احنا هنسميها كده. ان دلوقتي اي حد معاه فلوس يروح يجيب الكاميرا دي، ان هي ميزانية بسيطة على قد الجيب، واي حد ممكن يمسك كاميرا، واي حد نفسه يتعلم التصوير يبدأ بدي، ان دي كاميرا حتى زريرة بسيطة. الكاميرا دي يا جدعان بتيجي ب 18 ميجا بكسل. 18 ميجا بكسل كافيين جدا ان يطلعوا لك صورة كويسة. بتيجي ان الكاميرا دي بتصور فول اتش دي كويسة جدا، بس بمعدل اطال. لو هي فول اتش دي بتيجي بمعدل اطار 25 في الثانية. بس فيها ميزة، لو انت بتصور فيديو وانا مركز على هدف معين، الكاميرا هتمشي معايا كويس ومش هتقطع فريمات ولا الكلام ده. بس لو انا فتحت اللايف عشان اصور صورة من الشاشة نفسها، الكاميرا بطيئة جدا في الشطر بتاعها، يعني بطيئة جدا في ان انت تلقط صورة. تمام كده. الكاميرا دي قلت لكم بغش بقى من الورقة. الكاميرا دي الايزو بتاعها بيجي من 100 لحد 4 لحد 6000 6400. تمام، ده بالنسبة في الصور بس. وفيها منفذ خاص اللي هو اليو اس بي بتاعها، يعني تمام كده. والكاميرا دي صغيرة على قد كف الايد، يعني تمام كده. عيوبها بقى حاجة واحدة، كذا حاجة معلش. عيوبها، هو اول حاجه وزنها 480 جرام، بتصور 500 صوره. ده عمر البطاريه بتاعها 500 صوره. لو انا مش هستخدم فلاش، لو هستخدم فلاش هتحرق اكتر من كده، مش هتقعد لحد 500 صوره. الشاشه بتاعتها ما كانتش باللمس، يعني دي من بدايه الكاميرات اللي هي ما كانش شاشتها بتشتغل باللمس. التركيز التلقائي زي ما قلت لكم في الصور بطيء. يعني لو انا فتحت يعني انا لو فتحت الشاشه كده وعايز القط صوره، بطيء جدا عقبال ما يلقط الصوره، يعني ممكن يكون المشهد عدى. تمام كده. جودة الصورة متوسطة بعدد الميجا بيكسل بتاعها، يعني جودة الصورة حتى لما بتصورها لازم تدخل في مرحلة الايديت وكده. يعني ايه، انا خدت الصورة جودتها متوسطة، مش زي هي ان هي 18 ميجا بكسل بس. هي تحس انها 18 ميجا بكسل بس مش من جواها، مش 18. ما علينا. هي سعرها يوم ما نزل، يعني يوم ما نزلت في 2014 الكاميرا دي كانت عاملة 1000 جنيه. الكاميرا دي النهاردة عاملة 3400 جنيه، ده انت لو لقيتها جديدة اصلا عامة يعني. بس دي كام حاجه كده. المهم ان هي بتحتوي على 9 نقاط فوكس، اللي هو النقاط الفوكس يعني عامه. مش زي طبعا كانون، وزي ما قلت لكم امبارح في نيكون 850 دي 164 نقطه فوكس، والكانون مش عارف حاجه و60 نقطه فوكس. دي 9 بس، غلبانه برضه. بس كده يا جدعان، هي كاميرا بسيطة للمحترفين اللي هم لسه بيبدأوا، مش المحترفين البروفيشنال، لا، محترفين لسه بيبدأوا. بيتعلم على كاميرا، نفسه يصور منتجات بسيطة، نفسه يصور أشخاص، أعياد ميلاد، الكلام ده كله. هي كاميرا كويسة جدا مش وحشة. بس طبعا دلوقتي لو انت معاك ميزانية كويسة هتروح طبعا للمايورلس. مش هنصحك طبعا انك تروح خالص للدي اس ال ار. كله بيروح للمايورلس دلوقتي، الكاميرات اللي هي بدون مرآة. كاميرات فلوسها في المنتج نفسه. بس كده، ده المهم يا جدعان. ده كان فيديو بسيط النهارده كده. طبعا الفيديو ده رايح لابو رواش عشان هو اللي كان طالبه مني، وكان عايز نتكلم عن ال 1200 دي في كانون. طبعا أنا الفتره الجايه زي ما قلت انا هتكلم عن كاميرات المايرلس، بس عشان هو طلب مني الفيديو ده يعني. المهم يا جدعان، لو وصلتوا معايا للفيديو لحد هنا، ما تنسوش يا جدعان اللايك، سبسكرايب، الكومنت، وتنزل تتفرج على كل الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه. ويلا سلام.